اكبر غلطة بشوفها في المشاريع الكبيرة هي ان احنا نشوف ان الفخامة عناصر اكتر، يعني نزود خامات، نزود اضاءات، نزود اسقف، نزود خطوط، نزود الوان، نزود تفاصيل، وفي الاخر المشروع بيقول لك انا تعبت. الفخامة الحقيقية بالعكس تماما مش كده. الفخامة الحقيقية انك تعرف ايه اللي يتحط وايه اللي ما يتحطش، وده في العمارة شطارة كبيرة جدا، لان اي حد ممكن يزود انما مش اي حد ممكن ينقل. لما المشروع يكون في الفراغ الواحد فيه 7 افكار، هنا المستخدم بيتشتت، العين مش بتعرف ترتاح، فبدل ما تقول واو بتقول هو في ايه اللي هنا، ايه اللي حاصل هنا. وده ضد فكرة الرفاهية اساسا، لان المشاريع الفخمة بتعتمد على ايه؟ الكلاريتي، الماتيريال كواليتي، السبيشال بالانس، اللايتنينج كنترول، فاين ديتيلينج كمان. يعني يبقى عندك فكرة واضحة، خامة مضمونة، اضاءة مظبوطة، حركة مفهومة. حتى لو العناصر قليلة، لو كل عنصر معمول صح وفي مكانه، في النهاية هتبقى النتيجة صح. ده بيظهر جدا مثلا في اللوبيات الفندقية، ممكن لوبي بسيط جدا يبقى احسن من لوبي متكلف اكتر. ده مثلا علشان الاولاني السكيلنج فيه مظبوط والاساس مظبوط فيه وعناصر الحركة متظبطة عن التاني. يعني هي مش محتاجة شجاعة انك تزود وخلاص، هي محتاجة حكمة انك تقلل صح. ودي حاجات بسيطة بتفصل ما بين تصميم غالي وتصميم راقي. سلام.